لكن انا ما نحطش جيش، مع احترامي للجيش التونسي هذا الجيش الوطني البطل، انه ما نحطوش انا حارس للشركات الاجنبيه، لا، وما نحطش الشرطه والديوان التونسيه حارسه للهجره السريه لاوروبا. انا اوروبا ما تدفعليش في الفلوس حتى نحرص لها الهجره، اللي يحب يهاجر يهاجر وياخذ مسؤوليته ويركب البحر ويمشي لاوروبا، واوروبا تحل مشاكله معاه، مش انا اللي نحرسها بالبلاش. احنا عندنا مثال اردوغان، وعندنا مثال القذافي سابقا كان فارض على ايطاليا والسواحل الايطاليه حتى لا يصلك المهاجرون من افريقيا انه تدفع 5 مليار كل عام. ليبيا مش محتاجه الفلوس، لكن يحب يوريها انه حق السياده واين يبدا واين ينتهي. واردوغان مش محتاج ايضا ال 5 مليار ياخذ فيهم من المانيا ولا كذا، لكن يحب يوريهم راهو الامن مشترك، انا راه ماني حارس عندك، احنا عباره عن حراس لدى الاجانب في بلادنا، شرطتنا وديوانتنا وطيراننا البحري وكذا ولا غير ذلك، ورقباتنا وشويه الاموال وشويه الادوات اللي نشتروها والمكبرات والمكبرات الليليه نشتروها بالديون وبالقروض تبيعها لنا الشركات مشان نحرص لهم شواطئهم ونحرص لهم الرفاهيه تبعتهم. هذا مش دوري انا.